النهارده الفيديو والوصفة مميزين جدا. هعمل معاكم فطير شرقي ما يختلفش عليه اتنين، بكل تفاصيله وتركاته، بالعجينة والمقادير المظبوطين جدا، وطريقة التطبيق اللي مفيش اسهل من كده زي بتاعة محلات الفطير بالظبط، وازاي يقب منكم في الفرن ويطلع مورق وخفيف وطراوته ما تتوصفش. تعالوا نعمل مع بعض الوصفة اللي مفيش حد مش هيجربها بإذن الله. الخطوة الأهم واللي هيتبني عليها نجاح الفطير هي العجين. كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح بإيدي خفيفة كده، وهقلب الدقيق في الملح. معايا أول حاجة كوباية من المية الفترة، مايلة للباردة مش للدافية، ولو عندي عجان أقدر أستخدمه، إنما هعجن بإيدي علشان لو حد ما عندوش. كوباية المية اللي حطيتها وزعتها على الدقيق بالطريقة دي لحد ما اختفت واتشربت تماما. هكون محضرة كوباية تانية من المية بنفس درجة الحرارة، وهنزل بيها كاملة واشرب الدقيق كمية المية كلها. ما بضيفش ميه غير لما الميه اللي عندي تختفي تماما. هتلاقوا عندي بدا يظهر زي تورقات كده او قطع من العجين، ودي الطريقه اللي انا بعمل بيها عرق للعجين. طريقه العجن دي اللي هتخلي العجينه معايا مطاطيه. انا لحد دلوقتي ما عجنتش خالص، كل ده بخفي الميه وبلم الدقيق. اخر كوبايه ميه عندي هضيفها بطريقه الرشرشه، هرشرش كده على العجين عندي نص كوبايه الميه، وابتدي الم تاني كويس جدا لحد ما الدقيق عندي يتشرب الميه اللي انا نزلتها وتختفي. هبص كده هلاقي عندي لسه شويه دقيق، هنزل عليهم شويه الميه الباقيين برضو بالرشاش. بلاقي ان ما بقاش عندي دقيق خالص في الطبق، في الوقت ده هبتدي اعجن، وهعجن بقى كويس جدا لحد ما العجينه تتلم كويس قوي ويبقى قوام عندي املس بالشكل ده. عجينه ناعمه سطحها املس وفي نفس الوقت بتلزق سنه صغيره خالص. هسيبها في الطبق بتاعي واغطيها بكيس بلاستيك وفوطه واسيبها ترتاح من ربع ساعه لنص ساعه. وبعد بقى ما بفتح على العجينه عشان اشتغل بيها هلاقي قوامها بقى ناعم جدا وفيها مطه خطيره، وهي دي عجينه الفطير بتاعه الفطاطري. تعالوا بقى اقول لكم على الاجمل والاحلى. همسح ايدي بمسحه زيت بسيطه كده، وابتدي اقسم العجينه عندي لكور اقرب للمتساوي. هقطع بايدي كده، مش لازم ميزان خالص، وهكور العجينه واخلي سطحها املس برضو من تحت ومن فوق. الزيت هو اللي بيساعدني ان العجينه تتلم في ايدي كده بالطريقه دي وما يبقاش فيها اي تلزيق. هخلص العجينه بتاعتي كلها واقسمها، وعلى رش الدقيق هسيبها تاني ترتاح. تقدروا تقسموا على عدد اقل والفطيره تبقى اكبر، يعني ممكن تقسموا كيلو الدقيق على 4 فطيرات كبار. وبمسحه بسيطه من الزيت برضو كده هغلف العجينه بتاعتي من تحت ومن فوق بالشكل ده، وهسيبها تاني ترتاح عندي، وهغطيها بنفس الكيس البلاستيك ونفس الفوط. كل ما العجينه بتاعتي ارتاحت كل ما ادتني نتيجه افضل بكتير. بعد ما سبتها ترتاح تلت ساعه تقريبا، شايفين القوام عامل ازاي؟ بتتفرد لوحدها مش محتاجه اي مجهود. وطبعا العجينه المظبوطه وتريحها يقلل عندي من فرص التقطيع واحنا بنفردها. هحتاج سمنه على زبده وعلى زيت للفرد، والحشوه بقى اختياري طبعا، احشوها اللي تحبوه. هدهن الرخامه عندي مسحه زيت كويسه في كل الاطراف اللي هفرد عليها العجينه. ولطريقه الفرد بقى هطبطب على العجينه الاول شويه، وبعدين ابتدي ارفعها من على الرخامه، افرغ هوا تحتيها واشدها شويه، افرغ هوا واشدها شويه. الحركه دي مهمه جدا في فرد العجين. رشه السمنه بتاعتي، وهاخد الاطراف طرف يمين وطرف شمال اقفلهم قدام بعض، وعلى التطبيقه اللي انا طبقتها دي ببتدي احط الحشوه بتاعتي اختيار. انا حطيت جبن وخضار وسجق، وفي فطير كمان هعمله باللحمه المفرومه. اي زيادات في اطراف العجينه تحسوا انها تخينه شويه ببتدي اشيلها واتخلص منها خالص، وامسك الاربع اطراف اديهم تانية بسيطه كده علشان تاخد شكل مقفول على بعض. وصواني عندي تكون تقيله بخبز فيها الفطير بتاعي. هشيل الفطيره وانقلها بالشكل ده. انا حقيقي مش عايزه اقطع اي حاجه من الفيديو طريقه الفرد مخصوص، لاني شايفه ومتاكده انكم تشوفوا الطريقه بعينيكم افضل بكتير من ان انا اشرح بالكلام. شايفين وانا بفرد بفرغ هوا تحتيها ازاي؟ ده بيديها التوريقه المظبوطه وانها تتفرغ من الهواء. والعجينه بفردها كويس جدا ورقيقه، وفي نفس الوقت ما بتتقطعش عشان العجينه فيها مطه مظبوطه. بطبق طرفين على بعض الطوال وبحشي في النص، وبعدين بقفل تاني الجنبين واتخلص من اي قطع عجين زياده عندي، وبعدين باخد الفطيره وانقلها في الصينيه بالشكل ده. اقدر ان انا اسيبها مستطيل زي ما هي كده، وهوريكم دلوقتي واحده تانية وانا بحطها في الصينيه وبخليها على شكل دايره. زي ما شايفين كده بتخلص من الاطراف الزياده او التخينه خالص، عشان الفطيره عندي كلها تكون سمك واحد وما فيهاش اي تكتلات من العجين. اقدر بقى انقل الفطيره بتاعتي في صينيه اصغر شويه وافرد الاطراف. ما بفردش من النص، النص رقنق جدا ما بقربش منه، بضغط شويه على الاطراف كده
علشان تاخد شكل الصينيه. بسيب الفطير كله يرتاح وبسخن الفرن كويس جدا على اعلى درجه حراره، واول رف قريب تحت من صاجه الفرن بدخل صواني الفطير 10 دقايق بالظبط، وهتلاقوها بدات تقب فوق كده وتاخد لون متحمر من تحت وتتحمر من فوق. عايزين نحمرها اكتر شويه بنشغل لها الشوايه في الاخر شويه صغيره، وتركزوا هي تحت الشوايه علشان بتاخد لون بسرعه وانا بنساها ساعات. وشوفوا لي جمال الفطيره وهي لسه طالعه من الفرن، القبه بتاعتها عامله ازاي ومليانه بخار من جوه، معنى كده انها نفخت وورقت كويس جدا وما فيهاش اي تكتلات من العجين. دهنة سمنه بقى او زبده كده اول ما بتطلع من الفرن، وبرصهم فوق بعض علشان ياخدوا من طراوه بعض، عشان الوش اول ما بيطلع بيكون ناشف ومقرمش. لكن شوفوا بقى بيحنوا على بعض ازاي اول ما بحطهم فوق بعض. تعالوا اوريكم جمال الفطير من جوه، التوريقات المظبوطه وخفيف جدا والحشو واصل لحد الاطراف، مش هتاكلوا حته عجين واحده. وعشان اصوره لكم وهو سخن مولع كان لسه فيه فطيرتين في الفرن ما طلعتهمش. انا كده خلصت فطير الفطاطري بتاعي النهارده خلاص، متاكده من سهولته وبساطته وحلاوته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوا، وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم وتعملوا لي لايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.